ويعود سالم فيصل بفرسان الجنوب للتقدم عبر كرة ثابتة بعيدة المدى، وبعدها هدف ثالث وقع عليه ربيع فيصل. الحفر لم يطب له أن يخرج من الشوط الأول وهو متأخرا بالنتيجة، فقد استغل أخطاء نفط الجنوب وسجل هدفين على التوالي بفضل لاعبه جراح أحمد. الشوط الثاني دخل الفريقان من أجل الحسم المبكر، لكن ماكينة الأهداف توقفت عند الاثنين، وراح نفط الجنوب يواصل الضغط حتى تحقيق مراده بهدف رابع سجله سالم فيصل، لكن الرد كان حاضرا مرة أخرى وبسرعة من الضيوف، وعادلوا النتيجة بهدف جراح أحمد. كثرة الفرص السهلة والضائعة لنفط الجنوب كانت سمة بارزة في الشوط الثاني الذي حسم به ربيع فيصل النتيجة لصالح نفط الجنوب عبر هدف جاء بصعوبة بالغة قبل النهاية بدقيقة واحدة، لينتهي لقاء ساخن بفوز